معيش في الدنيا دي ولا ايه؟ الشقة دي سكنت من 6 شهور ودي جوه الباشا. لا باشا، ده باشا منين ده؟ ده ريحة الشقة تاني. باشا دي كان باشا وابوك كمان كان باشا من ايام الملك. يا رب، ده الباشا من أيام الملك؟ ده عقبال يموت مننا دلوقتي وجايبنا عشان أقعد معاه؟ حرام عليك يا أخي، حرام عليك. ما تشوف لك أي حد من العمارة. خد ده. يا ولدي كل السكان اللي في العمارة سابوا العمارة وراحوا عند بلدهم علشان خايفين من البلطجية. البلد متقفلشة. انتم قاعدين هنا وانا بدور عليكم؟ سمك يا أخويا حبيبي، الحقني بسرعة. ايه اللي جابكم في شقة جوهر باشا؟ نعم، أنت كمان عارف إنها شقة جوهر باشا. انت الوحيد اللي في البلالة. بقول لك إيه يا سمك يا حبيبي، ده ماما أخبارها إيه؟ ماما يا سيدي مش عارفة ترجع من بين سويف خالص. السكة مقفولة والمواصلات واقفة. طب والعمل دلوقتي هترجع إزاي هي؟ هتقعد عند خالته عقبال ما نشوف ايه اللي هيحصل. انا حاسس ان الثورة هتنجح وجارك هيمشي. فككم من الحوارات العائلية دي. لو خليك معايا يا سراج، انت لازم تقعد مع الراجل التعبان ده لغاية لما انزل اشوف دكتور. بس على الله الاقي دكتور في الليلة السوداء دي. يعني أنت مصمم تنقعد مع الراجل الغريب ده؟ يا تفهم الحديث الأول. الراجل ده كان رسام كبير وكان معاه فلوس وأراضي متنزلة بس ضيعها كلها. ده لسه بايع لوحدين 2 في الشهر اللي فات على يد دي. هم اللي معيشينه لغاية زمن. حتى الرسم يا ولدي ما بقدرش يقدر عليه. أنا ماشي. إيه ده؟ بيقول إيه ده؟ هو بيزعل ليه؟ بيقول إيه؟ انت على طول ما بات كده؟ يا ولدي ده بيخطرف وهو نايم. عادي. عندي إيه؟ ده شكله ملبوس والعفاريت هتطلع عليا أنا. يا ولدي الراجل ده كان بيشرب حاجات كتير. انت هتخليني اجرش في الراجل وهو نايم؟ سيبني انزل اشوف دكتور للراجل تعبان. انا نازل. سمكة أخويا حبيبي، ما تعرفش حبي ليك زاد فجأة كده. اكتب خالص. عايز ايه؟ لا أبدا مش عايز حاجة يا سمكة يا أخويا حبيبي. ما ينفعش يعمل أخ بيعبر عن حبه لأخوه وبالذات دلوقتي وماما مش موجودة وأنت محتاج شوية حاجة زيادة. يا سمكة يا حبيبي، أنا عارف إن أنت بتحب أكلة خالص وهروح أعملها لك. هروح أعمل لك شوكة. هنزل دلوقتي حاضر أعملها لك، خليك هنا. لا يا اخويا ما بقتش احبها. إيه ده؟ إيه الخامة اللي أنت فيها دي يلا؟ زي تحب الشكشوكة؟ زي ما حصل زاد فجأة انا ما بقتش احب الشكشوكة فجأة. سلام، انت عايز تسيبني مع الراجل ده صح؟ بصراحة اولا عيب عليك علشان انت الكبير. خليك بره عن المسؤولية يا اخ. ثانيا انا عايز اسألك سؤال. هي مش قاعدة مع الراجل ده مرمطة؟ ومرمطة جامدة أوي كمان. انا بقى يا حبيبي صغير على المرمطة. عبد حسين اتفضل يا
دكتور اتفضل يا دكتور. فين الدكتورة دي؟ ما هي قدامك اهي الدكتورة اهي. في دكتورة اللي جايب لي حد من السيرك يعمل لنا نمرة. هو حضرتك كلية الطب تطورت كده؟ على فكرة كلية الطب ما تطورتش، أنا بس اللي متطورة. ياما يعني اعمل برنامج ده. أنت مالك أنت؟ على فكرة أنت باين عليك شاب مش كيوت خالص. عمرو بشاي هو اللي كيوت وجميل خالص. الله يحفظك يا اختي، الله يحفظك. عمرو بشاي أنت كيوت. طيب فكرة يا دكتورة، ادينا كمان طلقة ارجوكي. اقل واحد عندنا في البلد مات ب100 طلقة. على فكرة يا دكتورة، حضرتك اللي كيوتي ولذيذة قوي قوي. انا عايز اقول لك على سر من جوا عمي بشاي، انا بعرف ارقص المكانينة. ايه يا عم مش هي بتقول لي عايز انزل العمارة وتجيب شعبية ودلوقتي جاي تقول على المكارينا؟ ما تصبر شوية. يا عم مش ما تظبط شوية، من شوية كنت بتقول لي رايح تحرس العمارة واللي جاي شعبية ودلوقتي جاي تقول لي مكارينا؟ ما تهدى شوية. وايه اللي انت جايبها لي دي؟ ان شاء الله هتشوف ان مزايد بدل هي افضل حاجة. يا ما جايب الغراب لامه يا عم بشاي. هب عارف يا عم بشاي، انت عمل اللي اسد في الدنيا دي ربنا بيخلص عليا عن طريقك. ان شاء الله هتشوف ان مداي بداي على يدهم الشفا. إيه ده؟ إيه دي الأدوية اللي بياخدها؟ ده ريحتها جميلة قوي. ده ريحتها برتقال. دي بتشم قوي يا عم بشاي، بتشمه. ماليش صالح، اقعد معاها وشوف الراجل ده. انا نازل احرس الاعمار، انا نازل. اقعد معايا شويه. على فكرة انت باين عليك شاب اتم قوي، وانا عايزة اشوف شغلي لو سمحت. بقول لك ايه يا دكتوره، ما تعمليش بيها ديب السحلاوي. يلا اتفضلي روحي شوفي شغلي. بقول لك ايه يا دكتوره، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ قربي عليه شويه ولا ناوي تكشفي عليا البلوتوث؟ لا، في ميكروبات، في عدوى. اوه لا لا، في ميكروبات؟ لا طب تكشف عليه ازاي يعني؟ من البعد ده كله؟ ولا بالبلوتوث؟ على فكرة انا ليا طريقتي الخاصة. ايه ده؟ ده عنده نورة قصة جنب ودانه، الفصل فيها قص علشان تخف. اوف يا اختي اسم الله. هو حضرتك ما سمعتيش عن الميكروكروم؟ ده حتى في اول صفحه في اولى طب بيقول اضع الميكروكروم على مكان الواو. بقول لك ايه؟ اسكت شوية. بقول لك ايه؟ ما تقربي على الراجل اهو من هنا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، بدل الجثه والجثتين. يا دكتوره يا حاجه، اللي بيحصل ده بس يا رب يا شروع. قومي بقى بلاش مصايب ارجوكي. ايه ده؟ هو انا فين؟ انا بعمل ايه هنا؟ هو انت فقدتي ذاكره؟ هو انا ايه اللي جابني هنا؟ جايبك عم بشاي، ربنا يحرسه، هو اللي جايبك هنا. عم بشاي كيوت.
الله يحفظك يا اختي، الله يحفظك. عم بشاي بم. ماما عليك يا دكتور اهو، الذاكرة رجعت. وادي الراجل اللي عنده واوا قفه جنب ودانه. اهو بس ايه مني؟ ايه اللي جرى؟ اصل انا بصراحه لسه ما خلصتش كليه الطب. لسه ما خلصتيش؟ ايوه انا بعيد سنه رابعه لتاني مره. عم بشيم مرمطني خالص. طب جايبك هنا ليه؟ وازاي عم بشي زفت الكيوت ده؟ اصل بصراحه انا قلت استغل اجازه الكليه وانشر البلطو الابيض بتاعي. عم بشاي راح شافني فكان محتاج دكتور وراح قال لي روح معايا، صعب عليا رحت معاه. يا مراري يا مراري، عم بشيم بهدلني خالص. طب كنت هنعمل ايه بالراجل ده؟ بص بص هو بصراحه عنده مشاكل صحيه. نعم. جبتي انتي يا دكتورة، ما احنا عارفين ان عنده مشاكل صحية بس مش لوحده. انت كمان عندك مشاكل صحية. طمني يعني مين؟ فاكر لما قلت لك ان انا ما احبش اقرب جنب اي مريض بسبب الميكروبات وبسبب العدوى؟ انا كنت بكذب عليك علشان انا عندي حاله كده بتجيلي اول ما بقرب جنب اي مريض بيطلع عليا. انا بصراحه مش عارفه اعمل ايه بعد ما انا اخلص الكليه بتاعتي، بس غالبا الحاله هتعدي. انا كنت عارفه حله. معايا كتب. معاك الكتب؟ دي جايه تذاكر هنا يا دكتوره ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ جاي هنا وشكرا. روحي يلا على بيتكم وروحي اقعدي استريحي شويه. شكرا بس على فكره خليك ماشي على الدواء القديم. باي باي. كتر خيرك يا دكتوره، ربنا معاكي في كليتك. ربنا يكون في عون العينه هيقع تحت سماعات. اسمك على اسم الفنان سراج منير الله يرحمه. تعرف ان انا شفته كذا مره على الحقيقه في حفلات كان بيعملها الملك فاروق. تلاقيك امبارح ما كنتش طايق نفسك عشان تتكلم معايا. لا بمكان هو بصراحه يا جوهر باشا، انت كنت طول الليل بتقول حاجات غريبه كده وانا مش عارف اصرف البعيد ازاي. انا ما بعرفش اراعي نفسي. معلش الكلام ده عشان انا كنت تعبان. الثوره وصلت لغايه فين؟ مبارك مشي ولا لسه؟ انت تلاقيك طبعا مبسوط بالثوره دي، نفسك زمن الملوك ده يرجع تاني. لا مش قوي. انت قصدك على الثوره بتاعت يوليو اللي اخدوا فيها اراضينا؟ طب انا قاعد بايت الارض اللي حبتي، مشوار حياتي طول شرح. انت تعرف ان انا اعرف واحد عنده دار نشر ويقدر ينشر قصه حياتي ويدفع مبلغ كويس؟ لحسن يقتلوك زي ما قتلوا سعاد حسني. لا ما تقلقش، انا هخليك وانت تكتب. بسيط. بس انا بصراحه عم جوهر، انت اللي فيس كده مش زي باشا بتوع زمان يا ساتر، كانت مناخيرهم للسما. انت دلوقتي شايفني باشا، انا زي ما انت شايف كده. مسيرك تعرف حياتي من المذكرات كلها بلاوي مسيحه. واضح قوي كمان. ممكن معلش تيجي تسرح لي شعري عشان ما اقدرش ارفع دراعي؟ طبعا من عينيا يا عم جوهر، انا مجهز المشتى. بس انا معايا سؤال يا جوهر باشا. ما بلاش باشا دي، كلمني زي ما بتكلم اي حد كبير في السن. طيب يا عم جوهر، هو انت ما عندكش قرايب؟ ما عندكش اخوات؟ اصل انا وحيد ماليش اخوات. قرايب بس كل واحد في حاله، ما اعرفش عنهم اي حاجه. بس انا السبب، انا اللي كنت ببعد عنهم
وهم كمان كانوا بيتعرضوا عنهم عشان حياة الملخبطة. طب ما كانش عندك اصحاب؟ كل اصحابي معروف. الناس الوحيدة اللي بتسأل عليا هم اصحابي اللي راح يسيبوا. انا ليا اصحاب ياما هناك. كنت بروح اقعد لما بكون متضايق واقعد معاهم في الصحراء. أما جوه انا اسف لو زعلت، اسف لو ضايقتك في حاجه. لا لا ابدا، انا بس اصحابي في الواحة وحشوني قوي. شوف يا عم جوهر، انا محتاج انزل الشقه عشان اتصل بماما ضروري واظبط كام حاجه كده. لحقت تزهق؟ لا هو انا كمان محتاج اروح ادور العربيه عشان مركونه بقالها كذا يوم. بلاش يا ابني تسيبني. انا تعبت من الوحدة، ما صدقت الاقي حد اقعد معاه. لازم يا ابني لازم تيجي. انا مش هسيبك يا عم جوهر. توعدني يا سراج. اوعدك. انت فاكر نفسك هتهرب مني؟ لو رحت فين مش هسيبك. خلاص يا ولدي ما كانش يقصد، معلش. خلاص يا استاذ، كل حاجه تساوي بالهداوه. بقول لك ايه يا عم، اقعد على جنب، هفرتكك. ما تهدى شويه، هو انا خلاص ما كنتش اقصد. صوتك عالي دلوقتي يعني عشان معاك ناس. فاكر دورك هيحكوك مني؟ مش هسيبك. انت يا اخ لو سمحت تاني كبير. ايوه جيت على الوديع. هي دي وصيه ابويا الله يرحمه. قال لي يا رؤوف يا ابني احترم الكبير. معلش يا مرة، انا اسف اني كلمتك بطريقه مش ويرد، بس اصل نرفزني وكسر لي الفانوس بتاع التوك بتاعي. يا ولدي ماما قالت لك 100 مرة ما تسوقش العربية لوحديها. ماما هتلاقي ماما اللي جايباها لك. يا حبيبي قول لي ماما تجيب لك عربية وتلعب بيها في الفسحة، مش تكسر بيها تجادك الناس. بقول لك ايه؟ انا مش ناقص، كفايه اقف في الحال اللي احنا فيه. خلاص يا استاذ خلاص. احنا نشوف الخسائر اللي على التوك بتاعك وندفعها. ايوه جيت لي على الوجيعة مرة أخرى. أبويا قال لي ما تقبلش العوض. يا ربنا الواحد بيتنرفز كده. أنا آسف يا جدعان، صدقوني أنا طيب، بس الكاتب ده نرفزني. تعالى كده، تعالى كده ما تخافش. تعالى بس. ايه ده؟ طب ما انت طيب اهو، امال مش فاهم انت عمال تزعق ليه؟ اصلا بتسني، وانا بصراحه اتخبطت كام مره من العيال السيس عقدوني، بس على العموم بسيطه. هو بس الواحد متضايق من اللي بيحصل في البلد. بص عني هو الراجل ده يبقى جدك؟ لا ده جوهر باشا ايام البشوات. ايه ده بجد؟ يا راجل، ما انا اول برضه ما شفته قلت عليه شكله نضيف. وده عرفته ازاي؟ لا ده موضوع كبير قوي يدور شرط. طب اقول لك عليه بعدين. بس هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي سراج منير. سراج؟ الله، ده اسم حلو قوي. سراج يعني لوندا، صح؟ لوندا؟ لوندا ايه بس؟ ده جايبينك منين؟ سراج يعني مصباح اللي بينور العالم ده. انت بقى يا صاحبي اللي بتنور الدنيا دي بامانه يا تحتنا، وحاسس ان احنا هنكون صحاب. انا اسف تاني، انا اسف يا ابو البشوات، انا اسف.
ما تزعلش منه. هو الليمون الصغير ده يبقى مين؟ ده اخويا الصغير. هو انت اسمك ايه يا حبيبي؟ أنا اسمي سمكة. سمكة؟ أنا اسمي سام، بس أصحابي مطلعين عليا اسم سمكة. أنا مش أنا اسمي سامي ده مش بيعجبني. يعني انت مش عاجبك اسم سامي وعاجبك سمكة؟ انا عندي كمان واحد قريب اسمه سامي. ده انت باين عليك في القناص خالص. خليك في حالك ماشي؟ خليك في حالك. عشان فرق السن. عيب. مش باين بقالك كام يوم. مشاغل صدقني مشاغل. هو عم حسين تفتكر مفتاح؟ اداهوني وانا دخلت بيه اهو. بس بامانه وحشتني قوي. وانتوا بتعملوا وحشتوني. بس انا اسف ان الكام يوم اللي فاتوا دول الواحد انشغل. ايه اللي حصل بس يا راجل؟ طمنا. ان الست جارتنا تعب فجأة وامه ما كانتش موجوده. المهم انا عرفت واخدت الواد وديته المستشفى. الواد طلع عنده ايه؟ ازاي؟ وقالوا لي ايه مش هنخش يعمل عمليه غير لما اديلهم الفلوس كامله. رحت جبت الفلوس قالوا لي ايه كمل الاجراءات. الاجراءات دي بقى ايه؟ عذاب مرار عذاب. اطلع الموظف الفلاني، انزل الموظف العلاني، باي باي الموظف ده، ارقص الموظف ده، والواد كل ده مرفوع على كتفه. يعني لو الواد كانت حالته خطيره كان زمانه مات على كتفي. حاجه هم. ما هو ده الروتين، هو ده بوظنا الدنيا. عقبال بقى ما خلصت الاجراءات الناس بقى مش عارفه ليه ما بقاش عندها ريحه الدم. يا عم شرفت وش الراجل خالص. لا انا دلوقتي كنت زمان لما بحلق له بعوره 7 8 تعويرات. دلوقتي واحده بس وصغيره خالص. تعويره واحده بس. برافو عليك ده جدع. ايه يا استاذ جابر؟ انت لسه ما جاش؟ صحيح جبت لكم الدواء اللي كان ناقص عندكم. وده بكام ده يا راجل؟ ما خلاص يا عم جوه دي حاجه بسيطه. الواحد ما يقدرش يعني يجيب حاجه لابوه. ده احنا عايشين بحس. ربنا يخليك لينا. يلا يا عم جوهر يلا عشان تروح ترتاح شويه. يا اسرار تعالى افهمك البتاع ده اهو. انا جاي اهو تعالى نشوف. فهمت مش فاهم منها حاجه. وشك حلو يا اهو. النت جه ايه ده بجد؟ الف مبروك يا صاحبي الف مبروك. بقول لك ايه يا اهو، تحب تشوف بنتكم من على النت؟ ايه ده بجد؟ طب مش كنت قلت لي كنت بيضت باب الشارع عشان كان يبان شرطه حلوه؟ ده اصل ده بيتنا من باب ومن كده. تعالى بس، ده حته برنامج اسمه جوجل ايرث يجيب صور البلد كلها من فوق. يلا بينا ايه ده؟ بيتنا اهو. امي اهي واقفه بتنشر. امي يا ام رؤوف ايه امي دي؟ انت شفتها فين امك؟ دي صور مش فيديو اصلا. يا عم انا شفتها كانت واقفه بتنشر بس دخلت خلاص. اصلها سريعه كتير. يا عم بقول لك ايه يا راجل، انت متاكد طالع من اللي بتقول عليه؟ بالامان. يا كذاب،
ابتدائي ان شاء الله. طب عشان خاطر رابعه ابتدائي وما تسالش كتير وروح شوف شغل. الاخبار عن النت عن البلطجيه والتعليم في البلد. انا عندي واحد صاحبي اتسرق منه 2000 جنيه. واقرب حاجه بقى ابن خدش. نعم مين؟ ابن خدش شغال في ماكدونالدز. في ماكدونالدز ايه يا عم انت نايم على ودانك؟ ما تعرفش ماكدونالدز؟ مطعم كده. بيقول لك ايه؟ دخلوا عليهم عشطوا كل اللي في المحل. ما بقاش فيه اي حاجه. يا راجل ويا ترى بيشتغل ايه في ماكدونالدز؟ بيحشي سندوتشات. بيحط الهمبرجرايه الاصليه في السندوتش. الاول كان بيحط الخصايه الطماطمايه لكن دلوقتي اترقى. برافو. لا الف مبروك يا رؤوف، فرحت لك قوي. ربنا ما يعلي مراتبه كمان وكمان وعقبال ما يحط الشفاطه في الميلك شيك يا رب. احلى حاجه بقى في ماكدونالدز الشيلاتي. عسل. امي بقى تديني غرامه اروح عند ابن خالتي يملاها لي شيلاتي. اسمه ساندي يا رؤوف، ساندي. اتنور. مش المهم في اسمه، المهم ان الثوره اثرت على امي عشان نفسها تاكل في شيلاتي ومش عارفه تاكل. اثرت على امي وكمان على حباب شعيب. مين دي؟ سمكة. تعالى يا سمكة الحقني بقى من اللي بيقوله ده. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا شباب. ايه كنت بعمل الاستعراض الجديد اللي انا بعمله. يا عيني يا عصام والصبر، يا عيني عليك. شد حيلك يا فنان، شد حيلك. انا جايب لك شوكولاته. الله شكرا قوي يا رؤوف، انا بحبك قوي. وانا كمان بموت فيك. انا بقول لك ايه يا اسطى؟ هات لامي تاني على البتاع ده هو. بقول لك ايه؟ هات لامي بس يا اسطى عشان. بقول لك ايه؟ امك نزلت راحت مشوار وبعد تيجي على النت تاني. وقول لي بصراحه كده انت شفتها ولا ايه عشان تشوفها تاني؟ هنستعبط مع بعض. يلا يا عم جوه تعالى عشان نكتب مذكرات. جاهز يا عم جوه عشان نكتب المذكرات؟ يلا جاهز تفتكر كل الحاجات بتاعت زمان اللي انت عملتها؟ بس قلت لك خلي بالك يمكن يقتلوك زي سعاد حسني. لا مش قلقان. لا ولا خايف ولا مش مطمن. كفايه يا عم جوه. معقوله الدنيا اللي احنا عايشين فيها كل الحاجات دي؟ كفايه يا ابني هي دي حياتي بقولها في كل سنة. انا مستغرب. دي مش حياه، ده عالم خاص بيك انت لوحدك. انا اول مره اسمع الحاجات دي كلها. اعذرني يا عم جوه، لكن انا ما كنتش اتوقع ان الراجل الطيب اللي احنا حبيناه ده يعمل كل الحاجات دي. انا اسف يا عم جوه، اسف اتضايقت بس اعذرني. انا عمري كل 17 سنه مقضيها ما بين الكنيسه والبيت، وعمري ما سمعت الحاجات دي ابدا.
خاصة بيك انت لوحدك، ومش من حق اي حد ان يسمع عنها. يعني ايه؟ يعني المذكرات دي كلها ملهاش اي لازمة. ومعيش منين؟ لسه في كام لقمة ما اتباعوش، ممكن نبيعهم ونعيش منهم، لكن عشان خاطر يا عم جوه المذكرات دي لا لا. يا عم جوه خلي النقط البيضاء اللي عندك تغطي عن النقط السوداء، طالما انت فرحان انك ترجع تاني. الله 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 الله، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بتعملوه؟ الله 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 الله، ايه الطعامة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت ايه اللي جايب؟ هو انت دايما تيجي تبوظ لنا الدنيا؟ ابدا يا عم اسرار، ده انا سايبك انت وعم جوهر عايشين في محبة جامدة قوي، مفيش حاجة ما بينكم. انت دايما كده بتظلمني كده. اظلمك ايه بس؟ اظلمك ايه؟ انت سايب اي حاجة؟ انت ايه اللي جايب؟ ابدا، اصل بصراحة كنت سايبك كده مع جوهر جامد قوي، فقلت عايز اشوف اعمل ايه، قلت اروح اجيبه دلوقتي. انت مش فاهم الراجل ده عندنا عامل ازاي؟ ده استاذ يجي عيلين ده زي كده وهقول ياخدوه مننا، ده مش هيحصل ابدا. قال ايه؟ مش عايز ينشر المذكرات. وانت مالك؟ انت مالك؟ والمذكرات دي هتفرق معاك في ايه؟ بص، مع اني مش المفروض اقول لك على سر المهنه، بس يلا هقول لك. المذكرات دي لما تتنشر في كل البلاوي اللي فيها ناس كتير قوي هتتعلم منه، وبعدين الفلوس هتكتر في ايده. لاحظ ان هو دلوقتي مفلس، بعد كده انا هعرف افرقك انت وهو ونقف عن بعض. ولاحظ ان هو بقاله فتره خمره، والموضوع ده مضايقني قوي. يا عم اعدل البشرية شوية، انت مش سايب اي حد اللي بعيد عن ربنا واللي قريب منه شغال نار، ولا خد لك يوم راحة. ما عنديش نصيحه جديد. هاخدك سعر ضاع. بص، عشان ما اقولش عليه وعلى الساده المشاهدين، انت ان انا اخلي موضوع المذكرات دي ما تتنشرش. الموضوع الطريق اللي بدأته معاه لازم اكمله للنهايه، وانا استناه لغايه ما تاخده لنخليك يتوب ويعترف ويكون. لا لا لا، مش هيحصل ابدا ده. هتصرف معاه ازاي بس يا رب؟ هتصرف معاه ازاي؟ ده ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ما تخوفنيش عليه. ايه في ايه؟ ايه؟ مكياجك مش عاجبني. بقالي ساعه محضر فيه كل اللي مكياجي، حكي معايا مظهرجي قوي. لا طب بص، وايه الباودر ده؟ الباودر مش لاقي على بشرتك خالص. اه صح، ده وشي مغير خالص. شفت انا بقول لك ايه؟ وانت ايه ده؟ وانت حاطط كحل مش حاطط ايلاينر؟ ايه ده؟ انا اول مره اسمع عن الموضوع الايلاينر ده، وانا حاطط لي ده ابقى كيوت. تبقى كيوت خالص. ومين امرك التاني؟ اتكسر يا عم بسبب صاحبك راؤول. طيبة قلبه وحبه للناس مبهدلاني، اجيله كده اجيلي كده، اجيله كده اجيلي كده، رحت وقعت قام عامل التاني كسر. لا ابدا مفيش حاجه. طب تعالى كده، تعالى اوريك حاجه. انت ممكن تحطه في النص ويلقط نجم. ماشي يا عم اسرار، يلا سيبك انا. باي 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 باي. يلا يا عم جوهر، يلا قوم هات الباسكت تعالى.
واحدة ست تحت عم بتقول انها امك ومعاها عيل رجل كده. اباي عم بيقول انها حلوة. ولا يا رؤوف انت يا منيل على عينك. اما ازيك يا اما؟ عامل ايه يا ولد؟ ما هنش عليك والمحشي من غيرك. قلت لا اجيب لك انت وزمايلك امال ايه؟ يا سلام على قلب الام. ربنا يخليك ليا يا اما. خد هنا اقول لك، امال فين الراجل السخن اللي كنت قاعدين معاه ده؟ ما بلاش جمله دي، اسمه عم جوه. يا اخويا بقى سعيد عليك، انا ام رؤوف وده ابن سامي. كنا يا اخويا كده جايب لكم شويه محشي، طب تحبوا؟ ايه يا عم انت ده في ايه؟ ما تظبط كده، ده انت راجل شايب صحيح. ايه يا ماما؟ دي عادات وتقاليد عند البشوات، ما تحرجناش. دي عند البشوات بس يا اخويا مش عندنا. انا اسف يا هانم، ده احترام وتحيه مني. وايه هانم دي بقى ان شاء الله؟ شايف ده البل الاصفر ولا ده البل الاصفر؟ قول لي يا ام رؤوف. انا اسف تاني يا ام رؤوف، سامحيني وشكرا على الاكل اللي حضرتك جايباه. على العموم حصل خير بفضل اخواتي. اصل ابني رؤوف بيحبكوا قوي ويشهدوا كده. انا جدي زمان كان شغال مع الملك فاروق وما كانش شغال اي شغلانه، كان بيقف جنب الملك ومعاه فرشه صار قد كده. اول ما حاولت يتنكش يشرحه. ايوه يا اخويا امال ايه؟ اوعوا تكونوا فاكرين ان امي بتهزر او بتبشر او اي حاجه كده، الا الحواجب. الملك يجي يتصور لازم يلاقي الشعرايه جنب الشعرايه. انا دماغي سحر باظت اتدلعت. الرحمه من عندك يا رب. هو مين اللي وصلكم لغايه هنا؟ الواد سامح تايكو دو. يا دي النيله، ومين الواد ده كمان؟ ومسميني بتايكو دول ليه؟ اصل انا بحارب كتاليه. تاريخ وتايكوندو حضرتك ده لعبه وده لعبه تانيه خالص. لا هي لعبة واحدة وليها اسمين، تايكو دو وكتاليه. يا دماغي ايه تاني هسمعه؟ مش كفايه رؤوف جات لامه كمان. صاحبك ده باين عليه معلوماته ضعيفة، وبقى يا اخويا زودها له شوية. سيدي سامي ماشي على الترابيزة. يلا مع السلامة. انا بقى يا اما ما تتصلي. حاضر يا اخويا ابعت لك مسج. مع السلامه مامي. ايه يا اسرار؟ اتاخرت كده ليه؟ ده يا دوب النهارده الصبح رحنا الكنيسه انا وعم جوهر، راح اتناول واعترف بعد 30 سنه. وانا راجع حبيت اشتري كام حاجه. وايه ده؟ ايه اللي جايبه ده معاك؟ ابدا ده مفاجاه عشان النهارده عيد ميلاد عم جوهر، شفتها في البطاقه بتاعته. يا راجل، اول مره اعرف ان تاريخ المال كده في البطاقه. واشمعنى دي انا اللي هتعرفها؟ ما علينا. النهارده انا عامل له مفاجاه. جبت له عود تورته وادي الشمع. صح ان هو مقبل، صح ان هو انبسطت قوي النهارده يا ولاد عشان اتقابلت واعترفت. انا انبسطت قوي النهارده يا ولاد عشان اتقابلت واعترفت. النهارده عيد ميلادك ال 82 يا عم جوهر، وعقبال ال 100 سنه يا رب. يا سلام عليكم يا ولاد، انا كنت ناسي، ربنا يخليكم ليا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Gohar. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جوهر، سنة حلوة مع يسوع. كل سنة وأنت طيب يا عم جوهر، عقبال 100 سنة يا رب. كل سنه انت طيب مع اليوم، ويا رب يديك الصحه كده ونشوفك تمام.
يا جار باشا، في ناس من الواحات جايبين لك الشنطه دي وجواها جواب تاخده، وجواها جواب تاخده عشان تقراه. وانا ما كانش معايا المحمول تبعك عشان اتصل فيه. سيد جوهر، اتوحشناك جوي وينك من زمن. كل القبيلة ترسل لك السلامات، وفيه مفاجأة سارة. لو تفتكر النخلة اللي انت زرعتها من زمان وكانت لا تطرح ابدا، لأول مرة تطرح، والبلحة اللي في الجفة دي منها. لو سمحتوا يعني نخلتك طرحت يا جوهر باشا. بعد دول انتصار اتوحشناك جوي. البلح ده طعمه حلو قوي. هو ده احسن فين؟ عارفين البلح اللي انتوا بتاكلوا ده من نخلة انا كنت زرعتها زمان ما كانتش بتطرح. كل نخل الواحد كان بيطرح ما عدا النخلة بتاعتي، والسنة دي أول مرة تطرح. صح يا صلاح، صح يا رؤوف، كده يا ربنا راضي عليا. يا رب يسوع، قد ايه انا اتأخرت عليك. كنت عايش بعيد عنك، كنت مغفل، ما كنتش اعرف ان المتعة الحقيقية هي بتقرب منك. كنت فاكر متعة العالم دايما. يا رب يسوع، يا رب يسوع، قلبي. عم جوهر، عم جوهر، يا عم جوهر، يا عم جوهر. باب السماء مفتوح لغاية آخر لحظة في حياتنا. عم جوهر تاب واعترف وتناول، وربنا خده وكان هيعيش معاه طول حياته بس راح السماء.